بصوا بقى دي اللي بالجبنه، انا على فكره اديت لها رشه سمسم كده من فوق بحيث ان انا اميزها عن اللي هي بالشوكولاته. اخر صينيه دي، على فكره كل الصواني دهنتها دهنه زيت خفيفه خالص، يعني هي بالفرشه دهنه كده بسيطه. العجينه ما بتلزقش وكل حاجه، بس برضو زيادة امان واحتياطي يعني ما يكونش في اي حاجه تلزق. بص بقى جمال القرص، والله العظيم تحفه، مش عشان انا اللي عاملاها بس، والله فعلا تحفه. تحفه وصحيه جدا وكلها غذاء، يعني كل حاجه فيها مغذيه. بصوا بقى شكلها كده، على فكره انا حطيتها في الفرن، كنت بشغل كده من تحت الاول، واول ما احس انها خدت لون كده من تحت، اروح طافيه من تحت ومشغله الشوايه عليها تاخد لون من فوق. دي القرص دي كلها اللي بالجبنه. اما اللي بالشوكولاته سبتها على جنب، والساده سبتها على جنب. دي الكميه اللي عندي كانت بالجبنه. بصوا بقى الجبنه من جواها، او بصوا القرص من جوه اصلا عامله ازاي. والله العظيم تحفه. لا تقولي لي بقى احسن فرن من بره ولا حاجات بره، حاجه عاملاها في بيتك ونضيف، وعملتي منها كميه حلوه، حطيها في الفريزر تسحبي